عزو الفلاون، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناه شيوات مريم من المغرب، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله بمناسبه راس السنه الامازيغيه حضرت معكم هاد الطورطه بدون فرن وبدون لاجينواز. الطورطه اللي كتجي رائعه بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، وما كتاخذش من الوقت بزاف، دغيا كنوجدوها. نخليكم مع المقادير، تكتشف معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاج هنا هاد الكلاص وجوج علب ديال فلون كراميل، واحد الكاس ديال الحليب، وهنا غادي نضيف هاد الكلاص، هاد الكلاص، وغادي نضيف الكاس ديال الحليب، وغادي نطربهم مزيان حتى كطلع لينا الكريمه ديالنا. وهنا من بعد ما كنطلعوا الكريمه حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا، غادي نضيف هاد جوج علب ديال الفلون كراميل، وغادي نطربهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا ديال الكريمه. وغادي ندوزو للمرحله الثانيه. وهنا غادي نحتاج هذا لي بودواغ اللي كيتباعوا عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. وهنا درت واحد الملعقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان مع واحد الكاس كبير ديال الماء وذوبتهم. وغادي نبدا نرطب فيه هذا البسكوي هذا او هاد لي بودواغ على هذا الشكل. وهنا انا درت هذا الاطار هذا، وانتم الا بغيتوا ديروا اي اطار عندكم ولا اي مول كتفضلوه. وغادي ندير هنا هاد الطبقه هذه ديال هذا البسكوي او ديال لي بودواغ. وهنا درت واحد الكميه ديال الكريمه في هذا البوش هذا، نتوما ديروا هزوها غير بالمعلقه ولا المهم انا درتها في هذا البوش. درت الطبقه الاولى ديال لي بودوا، وهنا درت الطبقه الثانيه ديال الكريمه، وغادي نسرحها مزيان فوق من هذا البسكوي او لي بودوا، كل واحد واش كيسميه. وبنفس الطريقه غادي نديروا الطبقه الثانيه ديال لي بودواغ، غادي نبدا نرطبهم في هذا الماء مع نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. وغادي نديروا الطبقه الثانيه بهذا الشكل. الطريقه راها سهله وواضحه. وهنا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الكريمه على هذا الشكل بنفس الطريقه، وغادي نسرحها مزيان فوق من هاد لي بودواغ.
وهنا درتو في هاد البلاستيك، هاد البلاستيكه هادي، وغادي ندير هاد الرمز الامازيغي. بالنسبه لهاد الطورطه هادي انا كنت حضرتها معكم العام الفايت، حضرتها معكم بلا جينواز، وهاد العام هذا حضرتها معكم بلا لا جينواز باش كلشي يحضرها ان شاء الله. وهنا زودت لي هذاك الاطار، وغادي نضيف ليها شويه ديال الكريمه اللي تبقات لينا في الجناب على هذه الطريقه هذه، على هذا الشكل. وغادي نضيف ليها اللوز كونكاسي في الجوانب، غادي نزين لها الجوانب باللوز كونكاسي، وغادي نتلاقاو ان شاء الله تشوفوا الشكل ديالها النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا. صراحه كتجي رائعه بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، وما كتاخذش منا الوقت بزاف، دغيا كنوجدوها. وحتى اللي ما عندوش الفرن علاش لا ما يديرهاش ويفرح بها وليداتو ويفرح بها راسو، يحتفل براس السنه الامازيغيه. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. راون التينيغ اسوكاس نون امينو اسوكاس نون مبارك الطريف نوشكش مربي صحاد لهنا ان شاء الله طول العمر دما دوك النواميتو درت النون ان شاء الله.